هاتي البنجر وقشريه وحطيه كده اسلقيه نص سلقة وتعالي صفيه هقولك هنعمل بيه سلطة جميلة جدا معايا. واحدة من البنجر سلقتها سلقة متوسطة مش سويتها جامد. معايا كمان خس بلدي استخدمت واحدة، مسكتها غسلتها كويس وشلت الراس بتاعتها وقطعتها بالشكل ده. حطيتها بقى كده في طبق عادي خالص. السلطة دي يا بنات جميلة جدا هتعجبكم جدا. بصراحة مكوناتها كلها مفيدة وهي ومختصرة جدا كمان سريعة في نفس الوقت. معايا بنجر معايا خس معايا رمان واي نوع جبنة تفضلوه. حطيت بقى كده الخس كمية الخس كلها في طبق اغرفوه بالطريقة اللي تعجبكم. مش الموضوع بسيط جدا. حطيت الخس وهرص عليه كده البنجر لسه سخن على فكرة، بس الجو ساقع هيبرد على طول. طبعا لو بتعملوها في الصيف لا سيبوا البنجر يبرد وصفوه براحتكم وسيبوه يبرد وبعد كده حطوه على الخضار. كمان معايا واحدة رمان كبيرة يعني كمية الرمان بقى حلوة يعني. ضيفوا رمان براحتكم، الرمان مفيد جدا وقرب يخلص يا بنات. فحاولوا تستغلوه كده ودخلوه في سلطات. بصراحة بيكون حلو جدا في السلطات. كده رصيت البنجر هستنى بس يهدى. هو مطلع بخار كتير بس هو مش سخن. احنا عارفين الشتاء والجو ساقع قوي وكل حاجة بتبرد بسرعة قوي قوي. طيب انا هستنى دقيقتين كمان احتياطي وبعد كده هنزل بالرمان. شايفين شكلها جميل جدا. بصراحة الرمان حلو جدا وهو مسلوق وطعمه حلو بصراحة. دخلوه في الوصفات هيعجبكم جدا. انا سمعت حد بيقول ان هو بيكون فايدته اكتر وبيكون مش ما فيهوش اي ضرر وهو مسلوق. انما لما بتاكلوه من غير ما يتسلق بيكون لازم تاكلوا كمية محددة يعني فاهمين. فخلينا في الاحتياطي، خلتني في الاحتياط وسلقته. شايفين بقى البنجر نزلت اللهم صل على سيدنا محمد. نزلت بالرمان على البنجر الشكل بقى جميل يا بنات والله. طعمها حلو حلو حلو. السلطة بقى دي اعمليها جنب اي حاجة تكون يعني اي اكلة تكون تقيلة كده لانها مهضمة جدا بتهضم بطريقة غريبة. طبعا الرمان والبنجر الاتنين بيهضموا. وبإذن الله هتكون يعني هتعجبكم جدا جدا. يعني ممكن نعملها جنب محشي جنب اي اكلة تقيلة. جميلة جميلة بصراحة. حطي بقى الجبنة بالشكل اللي يعجبك، ممكن تحطيها في النص بس انا حبيت ان انا اوزعها كده عشان تكون سهلة في اكلها. بصراحة جميلة هي بالشوكة كده هتاكليها. مفيش بصراحة لذاذة احسن من كده. بشكر الخمسة ستة اللي بيتابعوني ويدعموني على طول دول معايا كده على طول. ان شاء الله القناة تكبر بيكم بإذن الله. انا املي في ربنا كبير باذن الله. الوصفه دي هتعجبكم وصفه مفيده. انا بحب اقدم الحاجه المفيده الحاجه الصحيه اللي تدعم صحتنا بصراحه. وكمان خصوصا في الشتاء بتكون المناعه ضعيفه شويه. نحاول نعمل حاجات تكون مفيده. 3 مكونات مش كتير.